تخيل تصحى في يوم تلاقي قدام باب عيادتك راجل غرقان في دمه، تمد ايدك تساعده يقوم يمسكك ويقولك كلمة واحدة لأ. تفتكر هو مين؟ مجرم ولا ضحية؟ بس اللي أكيد إن اللحظة دي هتغير حياتك للأبد. هي دكتورة بيطرية وهو ملياردير مطعون بيهرب من الموت، واللي هيجمعهم مش صدفة، دي بداية قصة حب أغرب من الخيال. بس قبل ما تحكم استعد، لأن اللي جاي هيقلب دماغك. هي أنقذته، بس يمكن تكون ضيعت نفسها. في ريف هادي بعيد عن زحمة المدينة وصوت العربيات، كانت دكتورة يان بتحاول تبدأ حياة جديدة. هي دكتورة بيطرية جميلة وشاطرة، فتحت عيادتها الصغيرة وسط المزارع، بس الشغل بطيء جدا والفلوس راحت في القروض. تخيل معاها وهي ماسكة إعلان وبتوزعه بنفسها في القرية، بتحاول تسوق لنفسها كأنها بتبيع خضار مش علاج. في يوم راحت تدي بقرة حقنة وقعدت تكلمها كأنها بني آدم: يلا يا حلوة اديني ظهرك بقى نخلص بسرعة، ما تصعبهاش علينا احنا الاتنين. بس البقرة ولا على بالها، عملت فيها مستعبط، ويون بالعافية قدرت تديها الحقنة. رن التليفون، مامتها: ما تنسيش يا يون النهاردة حفلة الخريجين، لازم تروحي. يون اتنهدت وقالت في نفسها: حفلة ايه وانا غرقانة في الديون؟ بس مامتها ما سابتهاش، يمكن تلاقي عريس هناك. يون وافقت وهي متضايقة وقالت: يا رب ارجع من غير مصيبة. رجعت البيت، لبست فستان بسيط وراحت المطعم اللي فيه الحفلة، جابت طبق أكل وقعدت تاكل كأنها في معرض. ايه يا بنتي، هو كل همك الأكل؟ انتي جميلة، بس قعدتك في الريف هتخليكي تلاقي عريس بالعافية. فاكرة كم دكتور كان عايز يخرج معاكي زمان؟ يون ضحكت وبصت على زمايلها القدام، بس لما شافت الكرش والبطن الطالع قالت بخفة دم: لا يا حبيبتي، العريس كده محتاج دايت قبل ما وافق. وفجأة دخلت الدكتورة يوري المنافسة القديمة، ابتسمت بسخرية وقالت: سمعت انك فتحتي عيادة في الريف، ياه اكيد حلو التعامل مع البقر بدل الكلاب الغالية. يوم كتمت غيظها وقالت لنفسها: اسكت في الحالة دي عبادة. في الجنب التاني من القصة، في قلب المدينة، كان في راجل الكل بيهابه، له رجل أعمال ناجح أنيق ودايما وراه كاريزما. وصل شركته ولقى كلب واقف في اللوبي. ايه ده، كلب هنا ليه؟ الموظفين قالوا له: ده هيطلع في اعلان جديد لمنتجنا. لو لف وشه وقلب برود: طيب خلصوا بسرعة. بس الكلب هرب، جري في الشارع ولو وراه بيزعق: تعال هنا يا كلب يا ابن الكلب. الناس اتلمت وهو بيجري وراه متعاطف. في الناحية التانية، يوم كانت ماشية بعد الحفلة متضايقة، وقفت قدام فستان في الفاترينا وقالت: ياه لو كنت غنية كنت اشتريته دلوقتي. كملت مشيها وشافت محل عصاير، قالت: ده الوقت المناسب اروق دماغي. دخلت وطلبت عصير وقعدت تشربه براحتها، وفجأة سمعت صوت كلب. بصت لقيت كلب، نفس الكلب، كان عطشان وحران، فطلعت تجيب له شوية مية. شرب وهو فرحان، وهي ابتسمت وقالت: ها اكيد احسن يا بطل. وهنا ظهر له، مسك اللجام وقال: تعالى هنا يا كلب. يوم بصت له وقالت بحدة: انت مين؟ رد ببرود: صاحب الكلب. قالت بسخرية: يعني المالك بقى. قال لها بهدوء: لا، مأجره. يون اتعصبت وقالت: يهبل، حتى لو مأجره ده مش مبرر انك تعامله كده. لو رد وهو ماشي: خليكي في حالك. الموظف كانج وصل وخدوا الكلب وكملوا التصوير. يون رجعت بيتها، شافت قطتها واقفة على السرير والفرو مغرق الهدوم. يا شيخة، خليتيني شكلي في المطعم كان عامل ازاي؟ بس بعد ثانية بصت لها وقالت: اسفة، تعالي كلي ما تزعلي. قعدت تحكي لها كل اللي حصل كأنها صاحبتها. تاني يوم قاعدة بتحسب فلوسها، بتقول: امتى هسدد قروض الكلية ولسه عيادة فوقها وبطنها قرص. قامت عملت بيضة وقالت للقطة: لو معايا فلوس كنت أكلت لحمة كل يوم لحد ما فرقع، ما تقلقيش هأكلك سلمون كمان يا ست القطة. بس في مكان تاني، لو كان سايق عربيته وفجأة 3 مجرمين هجموه، خدروه وخطفوه. صحي لقى نفسه مربوط، مثل انه لسه مغمى عليه، ولما واحد منهم قرب منه
إنه هاجمهم فجأة، اتخانق معاه بشجاعة، لكن واحد فيهم طعنه في بطنه، الدم نازل والليل ماشي تقيل جدا، بس لو قاوم وهرب استخبى وسط المطر. وفي نفس اللحظة يون كانت ماشية في الشارع تحت المطر، البلطو بتاعها مبلول، وفجأة شافت راجل مرمي قدام عيادتها. قربت ووشه كان غرقان دم، خافت بس لما قربت أكتر عرفت إنه لسه عايش. مسكت الموبايل تتصل بالإسعاف، بس لو كان بصوت مبحوح قال لأ، وبس كده أغمى عليه. يون قالت يا لهوي، كرت جسمه جوه العيادة، ضربته على وشه عشان يصحى. اصحى، أنا بيطرية، هحاول أساعدك أوكي. هز راسه بصعوبة، بدأت تنظف الجرح وتوقف النزيف لحد ما خلصت وقالت تمام هتعيش. قامت لكنه مسك ايدها وهو شبه نايم، بصت له قلبها دق شوية وقعدت جنبه لحد ما النوم غلبها هي كمان. تاني يوم لو صحي على صوت شخيرها اللي عامل سيمفونية، بص حواليه افتكر اللي حصل وقام كتب رقم تليفونه على كارت اتصلي بيا وسابه ومشي. لكن القطة وقعت الكارت في الزبالة، ولما يون صحت استغربت، هو ماشي كده من غير حتى شكرا. في شركته كان كانج بيقول له جبنا لك دكتور يكشف عليك. الدكتور قال اللي خيط الجرح ده شاطر جدا. لو ابتسم بخفة وقال فعلا. في اليوم ده هو فضل مستني مكالمة، بس هي معرفتش انها انقذت راجل هيغير حياتها للأبد. ولسه القصة ما بدأت. لو من يوم ما اختفى الكارت اللي سابه اليوم وهو مش مرتاح، كل يوم يصحى ويبص في الموبايل يمكن تكون كلمته، بس ولا صوت ولا حتى رسالة. بدأ الشك يدب في دماغه، ليه ما اتصلتش؟ هي نسيت ولا يمكن حصل لها حاجة؟ في الآخر قرر كفاية حيرة، طلب من مساعده كانج يجمع له كل حاجة عنها. كانج رجع له بتقرير كامل. دكتورة يون عندها 30 سنة، واخدة قرض كبير عشان تفتح العيادة، ووضعها المادي مش تمام. لو سكت لحظة وقال لنفسه الست دي أنقذت حياتي، أقل حاجة أعملها إني أرد الجميل. عدى يوم واتنين وتلاتة، وكل يوم يسأل كانج اتكلمت، وهانج يهز راسه لسه يا فندم، لحد ما في يوم قرر يروح لها بنفسه. وصل قدام العيادة، بس قبل ما ينزل من العربية بص في المراية واتصدم لما شاف كانج وراه. كانج انت بتعمل ايه هنا؟ مامتك يا فندم كانت قلقانة عليك من ساعة الحادثة، قالت لي ما سيبكش لوحدك. جميل، هتدخل معايا يعني؟ كانج رد وهو ابتسم، وليه لا. لو لف وشه ناحية العيادة وشاف يوم وهي واقفة وسط الشمس وشعرها متلخبط شوية من الهوا، وسرح فيها. ضحك بهدوء وطلع موبايله وصورها. النظرة في عينه كانت واضحة، هو اتعلق بيها. تاني يوم بعد ما وصل كانج راح العيادة تاني، بس ما لقاهاش هناك. نزل إحباط واضح على وشه، لف بعربيته علشان يمشي، لكن فجأة شافها. صرخ من العربية يون انت بتعمل ايه هنا؟ هو ابتسم وقال بهدوء ممكن ادخل؟ خدته العيادة وهي لسه مش مصدقة. اول ما دخل بص على القطة وقال ممكن تبعديها؟ يون ردت سيبها في حالها. قعدوا قدام بعض، الجو مشحون شوية. يون قالت طب قول انت عايز ايه؟ قال لها عايز اعرف ليه ما كلمتنيش. هي اتلخبطت وقالت كنت مشغولة، بس هو ما استناش. قال لها انا هنا عشان اشوفك واعرف ايه اللي ممكن اعمله كتعويض انك انقذتي حياتي. يون كتبت على ورقة سعر الادوية اللي استخدمتها وقالت له هو ده كل اللي صرفته. بص في الورقة وقال هو ده بس كده؟ الادوية غالية بس خلاص انسى الموضوع، تكلفة قليلة قوي قصاد انك انقذتي حياتي، قوليلي الرقم اللي انت عايزاه. سكتت وما ردت. القطة قربت تاني. لو بص وقال بنرفزة قلت بعديها. يون بصت له بحدة، قامت وهي متضايقة، لكن وهي ماشية دست على لعبة تحت رجليها، وقعت. لو لحقها في آخر لحظة، بصوا لبعض والعيون اتقابلت ووشها احمر من الكسوف. بعدت نفسها بسرعة وهي بتقول سيبني. لو وقف يفكر، وبعد لحظات قال عرفت التعويض المناسب. خدها بعربيته، وقف قدام مبنى كبير في منطقة راقية وقال لها خدي المكان ده افتحي فيه عيادتك الجديدة، أنا هدفع ثمنه وبكده نبقى خالصين. يون صدمت وقالت أنا بنيت عيادتي بإيدي وبشغلي ومش هسيبها، عندي قرض لازم أسد. إزاي؟ هو مش فاهم إزاي حد يرفض مساعدة بالشكل ده. قرر ساعتها إنه يخليها تقبل بطريقته. اشترى المبنى اللي فيه العيادة وخلى المالك القديم يبلغها إن المبنى هيتهد خلال أسبوع. المالك قال كلمتين ومشي، وهي قعدت على مكتبها مش مصدقة اللي حصل. فجأة صوت الموبايل بيرن، ردت قالت ألو، وجاها صوت
لو من الطرف التاني: أنا اللي اشتريت المبنى وههد، لو استسلمتي تعالي. وقفل السكة. هي بصوت غاضب قالت: يا أهبل. وفضلت تتمشى في العيادة متوترة. بدأت تدور على اسمه، ولما عرفت إنه ملياردير قالت بسخرية: فاكر نفسه مين يعني؟ كلمته وقالت: فاكر نفسك قوي؟ رد بكل ثقة: وقالت له: أنا مش هستسلم. وقفلت الخط. واضح يا نانا إننا لازم نلاقي مكان جديد. بدأت تدور وتدور، بس الأسعار نار. كل يوم بنك، وكل مرة نفس الرد: لا يا أنسة، لازم تسدي القرض الأول. في اليوم الأخير كانج وصل متخفي وسط عمال الهد. قال لها: يلا يا دكتورة اخرجي، هنهد المكان. قالت له: اطلع انت، انا ههدك. لو كان سامعها من السماعة بتاعة التليفون. ضحك وقال: كويس، الخطة ماشية زي ما انا عايز. وهو متأكد انها خلاص هتجيله بنفسها. بس اللي ما يعرفوش لو ان يوم مش النوع اللي بيستسلم، واللي جاي هيقلب اللعبة كلها. وفعلا وفي نفس اليوم اللي الكل كان فاكره عادي، يون قررت انها مش هتسكت. لبست احسن هدوم عندها وطلعت رايحة شركة لو، والغضب مالي عينيها. واول ما شافته ضربته بالشنطة على وشه وهي بتصرخ: دي مكافئتي عشان انقذت حياتك يا انيني. الناس كلها بص، وهو واقف مصدوم. حاول يهديها وهي دموعها نازلة من القهر. قال لها بهدوء: طيب اسمعيني، ليه ما تشتغليش معايا؟ بصت له بقرف وقالت له بنظرة فيها استهزاء واضح. وفي اللحظة دي جالها تليفون من صاحبتها جين، بتقول لها انها خلصت شغلها وهتقابلها قريب. يون قفلت التليفون وبصت له بعصبية: ابعد عني يا لو، والا والله هروح للصحافة وافضحك. رد بكل هدوء وبنغمة تحدي: هو ده كل اللي تقدري تعمليه؟ هي انفجرت فيه وقالت: يا غبي، وداست على رجله بكل قوتها. هو ضحك وقال بثقة: ما بتوجعش. لكن لما حرك رجله بعيد هي فقدت توازنها، وهو لحقها بسرعة. لحظة كانت شبه رومانسية، لكنها بعدها فورا بعدت وشها وهي كلها إحراج. بعد ما هديت كتبت رقم حسابها على ورقة وقالت له: حول التأمين هنا، وهسيب المكان خلال أسبوع، ويا ريت ما اشوفش وشك تاني. زقته ومشيت، وهو واقف بيضحك مستمتع بنفسه جدا وكأنه كسب جولة جديدة. الموظفين حواليه بصوا لبعض، كلهم فهموا ان الراجل ده فعلا معجب. يون راحت بعد كده تقابل جين في استوديو الرقص، وكان هناك سانج صديقهم القديم اللي لسه راجع من السفر. بصلها وقال لها بسامة: لسه زي ما انت جميلة دايما. يون ضحكت بخجل، بس الجو اتقلب لما دخلت يوري منافستها القديمة. قعدت يوري وقالت بسخرية: واضح انك متأقلمة مع الريف كويس بين الحيوانات اللي بتعالجيها. وبنبرة أكثر وقاحة قالت: بس حتى لو عندك عيادة عمرك ما هتبقي زيي ولا حتى هتتجوزي. يون ردت بثقة: بالعكس، أنا هنا بدور على مكان جديد وهنقل الأسبوع الجاي. يوري سكتت، ويون حست بالانتصار وهي ماشية وابتسامة رضا على وشها. يون راحت تشوف لو كان بيغير جزمة وبصلها مستغرب: ايه، قررت تستسلمي وتاخدي مكان العيادة في مبنى شركتي؟ يون ردت بنغمة فيها تهكم: ايوه يا هبل، بس اعتبره قرض وانا هسدهولك فوائد. هو ضحك وقال: اتفقنا، ومد ايده علشان يسلم عليها، لكن هي رفضت بكل غرور. بعدها رجعت يون لعيادتها القديمة. قعدت تشرب وهي بتفتكر اول مرة انقذته فيها، وساعتها ودعت المكان اللي عاشت فيه سنين. وتاني يوم راحت العيادة الجديدة وبدأت تنظم كل حاجة بنفسها. في اللحظة دي لو دخل العيادة، الباب كان مفتوح. استغرب ودخل جوه، وقف قريب منها، بص عليها وهي نايمة ووشه فيه ابتسامة غريبة. هي فتحت عينها بهدوء وافتكرت انها بتحلم. مدت ايدها ولمست خدوده وقالت: خدودك ناعمة قوي، ايه اللطافة دي؟ ضحك وقال: بطلي تلمسي خدودي يا ست. صحيت فورا وهي محرجة وسألته: ايه اللي جايبك هنا متأخر كده؟ قال لها بابتسامة هادية: جيت اطمن عليكي، مش انا شريكك دلوقتي؟ يون ردت وهي متوترة: كنت نايمة هنا عشان لسه ما لقيتش شقة. قال لها بكل بساطة: عندي أوضة فاضية من غير إيجار. قالت باستغراب: فين؟ قال لها بكل جدية: في بيتي. صرخت وقالت له: انت مجنون. وجي اليوم الكبير، يوم افتتاح العيادة. جين كلمتها وقالت لها انها مش هتقدر تيجي، بس سانج هيجي يبارك لها. في اللحظة دي وصلت فازة ضخمة مكتوب عليها اسمها ومعاها كارت صغير من لو: مبروك ومستنيكي على الغدا. ولما ما قدرتش تروح جابت أكل بسيط وقعدت تاكل مع كانج في العيادة. بس المفاجأة إنه لو وصل في
فجأة. كانج أول ما شافه اتوتر وقال تحبوا حاجة؟ تمام أنا ماشي، وجري. قعد له وبص على يون وقال ما أكلتيش؟ ردت عليه وقالت له إنها كانت بتتعشى. عرضت عليه يشاركها الأكل. في الأول رفض، بس لما شافها بتاكل بابتسامة قال ماشي هجرب. ولما داق الأكل عينيه لمعت وقال طعمه جميل جدا. وقعدوا ياكلوا سوا في لحظة بسيطة جدا، بس كانت البداية الحقيقية لقصة حب مش عادية. وفي اللحظة دي البومة يوري عدت قدام العيادة، وشها قلب حقد وهي شايفة يون مبسوطة. طلعت موبايلها واتصلت بالبومة التانية وقالت تصدقي دي فتحت عيادة جنبنا، تعالي بكرة نغزها شوية. وتاني يوم يون كانت خارجة مع جين، بس اتفاجئت ان يوري وصاحبتها قاعدين في نفس المكان. يون قعدت وهي مستغربة، لكن البومتين بدأوا الحفلة على طول. يوري قالت بسخرية اعزمينا على الغدا يا دكتورة، ولا لسه بخيلة زي زمان؟ يون ردت بابتسامة وهدوء أكيد لأ طبعا هعزمكم. بس أول ما فتحت المنيو وشها اتجمد، الأسعار نار. بدأ العرق ينزل وهي بتحاول تتماسك. الجرسون جه بإزازة نبيت وقال دي من الأستاذ اللي هناك. يون والتانيين بص ولقوا لو قاعد بعيد بيبتسم. يون في نفسها قالت أكيد بيحاول يكسبني، أصلا أنا جميلة زيادة عن اللزوم. وبعتت له رسالة قصيرة قالت له قابلني جوه دلوقتي. ولما جه قالت له بنرفزة انت بتعمل ايه هنا؟ رد بكل برود هنا وبس. قالت له سيبني في حالي يا لو، ورجعت للترابيزة وهي بتحاول تهدي أعصابها. ولما جه وقت الحساب سلمت الكارت وهي قلبها بيدق، بس الكاشير قال لها بسامة الفلوس اتدفعت خلاص، الأستاذ لو دفعها. يوم طلعت بره وهي مش مصدقة اللي حصل، ولقت لو مستنيها. مسك ايديها وقال كنت مستنيكي من بدري. مشوا سوا ويوري واقفة بعيد عينيها بتولع غيرة. في السكة يون قالت له وهي متوترة انت ليه بتظهر لي في كل مكان؟ رد عليها بنبرة غريبة اخرجي معايا. اتصدمت وقالت ايه؟ قعد ووراها صور عرايس على التليفون وقال عيلتي عايزيني اتجوز السنة دي، وانا عايزك تمثلي اننا في علاقة عشان اخلص من ضغطهم. يون بصت له بعدم تصديق وقالت انت فاكرني هصدق انك مهتم بيا بجد؟ رد بسخرية اكيد لا، انتي كنتي فاكرة انك شدتيني بجد. هي انفجرت يهبل وقامت تمشي، بس هو مشي وراها وقال باصرار انت عمرك ما كنتي في علاقة قبل كده صح؟ ردت بعصبية طبعا كنت. ضحك وقال انت كدابة بتتوتري اول ما راجل يقرب منك. هو قرب منها وقال بهدوء انت جميلة بس مش عارفة ده. وقتها قلبها بدأ يدق بسرعة. هي اتلخبطت وحاولت تبان قوية وقالت انا كنت بمثل يا زكي، ومسكت قلمها وضربته بيه. هو اتفاجئ وقال ايه ده؟ وهي مشيت وهي متوترة جدا. بعدها في العيادة يون فضلت تفتكر ايام الجامعة. سانج وقتها كان بيحبها، قدم لها بوكيه ورد وقال لها عايز اخرج معاك. يون فرحت وقالت موافق، بس للأسف يوري شافتهم واتجننت من الغيرة. قربت من يون وقالت بكده هو وانا بنخرج اصلا. يون قلبها اتكسر ورمت الورد على الارض، ومن يومها قررت انها مش هتعيش في اوهام تاني. يون راحت لصاحبتها جين في استوديو الرق وقالت لها لو احرجني عشان عمري ما كنت في علاقة. جين ضحكت وقالت يبقى لازم تتعلمي تكوني مرتاحة قدام الرجالة. بدأت يون تتعلم الرقص. المدرب مسكها عشان يعلمها، وساعتها لاحظت ان قلبها ثابت عادي مش توتر. قالت في نفسها بس اول ما تليفونها رن واسم لو ظهر على الشاشة ضربات قلبها انفجرت. ردت بسرعة انا مشغولة وقفلت السكة. طلعت بعد كده مع سانج واصحابها، ولو كان بيرن رنات كتيرة جدا بس هي بتتجاهله تمام. وتاني يوم في العيادة يون كانت بتتمنى مريض يدخل، لكن الباب فتح واتفاجئت بلو واقف لا وهو مبتسم بخبث. مشغولة فين بالظبط؟ ردت ببرود كنت مشغولة فعلا، عايز ايه؟ قال لها يلا نمثل اننا بنخرج لمدة 3 شهور بس كده. هي قالت مش هشاركك في لعبتك دي، بس هو ما استسلمش. قال لها وهو بيقلب في الموبايل لو وافقتي المحل ده هيبقى بتاعي وهزود 100 مليون وون فوقها. مش كنتي بتقولي مش بتحبي تاخدي فلوس ببلاش؟ كويس اعتبريها صفقة. يون سكتت عينيها فيها تردد، قلبها بيقول لا بس عقلها بدأ يفكر. ولما مشي لو قعدت بره العيادة تفكر، وبعدها دخلت وقالت لنفسها اللي جاي لازم يكون
يكون غير اللي فات، وراحت تبدأ حملة جديدة للإعلان عن العيادة. في يوم حر جدا يون كانت قاعدة في العيادة باصة في الفراغ، والملل مالي وشها لحد ما الباب اتفتح وأخوها دخل بابتسامة كلها حماس. ايه ده، شكلك مخنوقة كده ليه يا دكتورة؟ يون قالت بنبرة محبطة مفيش شغل يا اخويا، العيادة فاضية والناس شكلها مش عايزة تيجي أصلا. ضحك وقال لها سهلة كده، جبتلك فكرة مجنونة بس ممكن تغير كل حاجة. يون فكرة ايه؟ أخوها هتلبسي لبس كلب. يون اتجمدت مكانها وقالت له بدشة ايه انت اتجننت؟ جو نار. رد وهو بيضحك اتحملي شوية حر عشان مستقبلك يا بنتي، هتلفتي الأنظار والناس هتيجي العيادة. يون لابسة راس الكلب وهي بتنهج من الحر بتتنطط في الشارع وهي بتوزع منشورات يا عالم تعالوا عالجوا كلابكم عندي. المشهد كوميدي بس كله تعب وضغط. ترجع العيادة فجأة الباب يفتح، سانج داخل مع صاحبة ليه وكلبها الصغير. يون كشفت على الكلب بابتسامة مجاملة هيبات عندي الليلة ما تقلقوش. بس وهي بتحط الكلب على الترابيزة لو دخل بنظرته الهادية كالعادة، بس المرة دي فيها لمسة اهتمام. يوم بصت له وقالت له بإحباط حاسة اني غلطت لما بقيت دكتورة بيطرية، مش حاسة اني ناجحة. لو رد بنبرة هادية وواثقة انت عالجتيني انا وده كفاية، انا استثمرت فيكي مش عشان مظهرك، عشان تعبك وجدك. الكلام لمسها، عينيها لمعت، بس قبل ما تلين هو كمل بنفس الثقة طب بما انك مجتهدة كده مثلي اننا بنخرج سوا. هي اتخضت ايه؟ هو قال لها بهدوء 3 شهور بس، اتفاق بيني وبينك. بعد تردد طويل يون وافقت. تاني يوم كتبوا العقد، المدة 3 شهور، الشروط لو هو اللي يوجهها، ما تقابلش رجالة تانيين. يون مضت وهي مكسوفة ومتوترة، سلمت عليه وقال لها بابتسامة غامضة من النهاردة احنا مرتبطين. واليوم اللي بعده لو كان زهقان جدا، قاعد في مكتبه ماسك الموبايل. سأل السكرتيرة بنبرة غريبة الناس اللي بيحبوا بعض بيعملوا ايه سوا؟ هي قالت له ببساطة بيخرجوا بياكلوا بيروحوا سينما. هو فكر لحظة وقال كده وبس. في الوقت ده يون كانت في العيادة ووشها تعبان وصاحبتها جين جاية تشدها تعالي نرقص شوية يمكن تفوقي. يون رفضت وقالت مش قادرة. بس لما لو دخل جين قالت على فكرة يون دي دلوقتي خارجة مع لو. الكل اتصدم حتى سانج اللي كان هناك، قرب منها وهو مش مصدق وقال بصوت مستفز انت وهو ازاي يعني؟ لو ما استحملش، قرب من يون شم شعرها وقال بهدوء ساخر اغسلي شعرك ريحته وحشة. يون همست له بتوتر ايه يا عم العقد مش بيقول كده. هو ابتسم وقال مشيت. طلع بره وقعد في عربيته شايف ورد كان ناوي يديهولها. اتصل بيها قالت له بنفس سريع مشغولة وقفلت السكة. وبالليل وهو قاعد في مطعم ظهرت بنت يعرفها رامي، حاول يستخبى بس هي شدته وقالت له بنعومة وحشتني. عشان يهرب منها مسك الموبايل وقال ليون تعالي فورا. يون رفضت. ساعة اتأخرت لكنه أصر تعالي حالا. اضطرت توافق وساعتها سانج شافها وقال أنا أوصل. في المطعم البنت بتتغزل في لو، قالت له أكيد ما عندكش صاحبة. ضحك وقال عندي هي جايه في سكة. دخلت يون والبنت بصت لها من فوق لتحت وقالت بسخرية هي دي شكلها كبيرة قوي عليك. يون ردت وهي مبتسمة بثقة ارجعي المدرسة يا عسل. سانج دخل فجأة وسلمها موبايلها ولو بصله بنظرة غير واضحة. البنت اتسمرت تفز يون وقالت أكيد بيكذب عشان يبعدني. لو عشان يثبت العكس مسك يون وقرب منها كأنه هيبوس، وقبل ما يعملها البنت صرخت ومشت. يون اتنرفزت وقالت انت مجنون. هو بصلها وقال بهدوء ليه سانج كان معاكي؟ ردت كان بيوصلني الوقت كان متأخر. سابها تمشي لكن في الآخر خرج وراها. وفي العربية يون نامت من التعب، بص عليها وهو مبتسم وقال بصوت واطي نامي قدامي أنا بس. قرب منها وده خلاها تتوتر فجأة وتجيلها الزغطة. ضحك وهو بيقول حتى الزغطة طلعت رومانسية عندك. تاني يوم يون قاعدة في العيادة وفجأة الباب يتفتح. رامي نفس البنت بتاعت امبارح داخلة. يون اتصدمت وصرخت في التليفون لو البنت اللي كانت معاك امبارح هنا. لو ضحك وقال لها انتي صاحبتي تصرفي معاها زي ما تحب. يون اتوترت وقالت دي حرباية. رد وقال لها وانتي نمرة. قعدوا سوا ورامي بدأت تهزر بسخرية فاكرة نفسك خطفتي مني؟ هتشوفي. يون استوعبت اللعبة، بدأت تقلد وشوش غريبة وتعمل حركات مجنونة
مجنونة لحد ما رامي اتوترت وقامت تمشي، لكن قبل ما تمشي رامي صرخت يا ستي يا عجوزة. يون بصت لها وضحك مش سامعة مش سامعة. طلعت من العيادة مبسوطة واتصلت بلو وهي فخورة. كسبت يا سيلو. الحرباية خافت. ضحك وقال لها كنت عارف انك قدها. وكده يون بدأت أول خطوة حقيقية، مش بس في التمثيل لكن في حبها الأول اللي لسه هيخبط على باب قلبها قريب جدا. في الليلة دي كل حاجة كانت مختلفة. لو خلص اجتماعه بدري وقفل الموبايل بابتسامة خفيفة وكان مخطط لحاجة مميزة. راح واخد يون على ميعاد في سينما العربيات. الجو كان هادي والسما مليانة نجوم والفيلم شغال، بس عينه ما كانتش على الشاشة، كانت عليها هي. يون كانت بتضحك صوتها بيملى العربية، ولو قاعد يتأملها وهو حاسس ان الضحكة دي اخطر من اي فيلم اكشن. اكلت الفشار كله اخر حبة كمان، ولما بصلها باستغراب هي ضحكت وقالت ما تقولش كنت عايزه، انا خلصته كله. بعد شوية طلعت موبايلها وقالت بحماس طفولي تعالى نتصور سوا، ده اول ميعاد لينا. هو بصلها باستغراب نتصور ليه؟ ردت وهي مبتسمة عشان نفتكر كل خروجة وكل لحظة. هو اتفاجئ خصوصا انها كانت متضايقة انه ما ابتسمش في صورة، لكنها سابت الموضوع واحتفظت بالصورة في ألبوم صغير كتبت عليه بخطها أول ميعاد. عدى أسبوع كامل وهما بيخرجوا كل يوم، ضحك وأكل وسينما ومشاوير، بس تعب بدأ يبان على يون. جين شافتها وقالت وهي بتضحك خدي يوم راحة من صاحبك يا بنتي شكلك خلص. يون ضحكت وقالت يمكن عندك حق، وبعتت للو رسالة صغيرة النهاردة أجازة. في الليلة دي كانت قاعدة مع جين بس لمبة في البيت باظت فجأة. جين قالت اتصلي بلو هو الراجل في العلاقة يصلح. يون ترددت بس في الآخر بعتت له رسالة، ولما سمع جه جري. دخل وقال باستغراب انت فعلا ناديتيني عشان لمبة؟ ردت بثقة ايوه صاحبتي قالت كده وانت المفروض بتعرف تصلح، حاول. بس كان كارثة، اللمبة وقعت والمسامير طارت وهو اتعور في صباعه. يون اتنرفزت وضربته بخفة على رجله. يا سلام جبتك عشان لمبة؟ طلعت لمبة انا. هو ضحك وقال طب ورينا يا عبقرية. طلعت تصلحها بنفسها ولما نجحت قالت بفخر شوف انا ذكية. وهي بتتكلم رجليها اتزحلقت وجين من بعيد قالت بضحكة عالية هو شكل الجو سخن هنا انا ماشية. بعدها يون مشيت مع لو وهي مش مركزة، ولما رجعت البيت كانت اول مرة تحس ان قلبها مش بيدق ده بيجري. بعتت له رسالة فيها لمحة خجل كنت مبسوطة النهاردة، بس هو تردد وما ردش. يون فضلت تبص للموبايل ثانية بعد ثانية، ولما ما جاش رد قالت لنفسها كويس يمكن كده انسى وارجع اعيش طبيعي. قررت تبعد شوية وبعتت له انها هتقفل العيادة مؤقتا. لو استغرب وراح بنفسه يدور عليها بس ما لقاهاش. بدأ يتصل بيها كل يوم مفيش رد، وفي يوم كان يكلمه في حفلة النهاردة ولازم تيجي مع يون كفاية عيلتك بقى. لو وافق وبعت ليون رسالة فيها تهديد بسيط انت بتخالفي العقد وده ممكن يخليكي في ورط. يون اتنرفزت وردت في الاخر وطلعت تقب. فتح لها باب العربية وقال اركبي. سألته بتوتر احنا رايحين فين؟ رد وهو سايق بهدوء حفلة. يون اتخضت بس انا مش لابسة حاجة مناسبة. ابتسم وقال ولا يهمك، ودخل بيها محل فساتين. ولما خرجت من الكابينة بالفستان سكت وعينه ما قدرتش تبعد عنها. وصلوا الحفلة وكان كل الناس هناك ومن بينهم يوري البومة. لما شافت يون وشها اتقلب وبنبرة كلها سم قالت ايه اللي جايب بنت فقيرة زيك في حفلة زي دي؟ يون سكتت وهي حاسة بالإهانة، بس فجأة لو دخل في اللقطة وقال بنبرة حادة هو في مشكلة مع صاحبتي يون؟ يوري حاولت تضحك وتسلم عليه لكن هو أحرجها قدام الكل ودافع عن يون بقوة. يون كانت واقفة مش مصدقة حد أخيرا دافع عنها. ابتسمت بخجل ويوري خرجت وهي بتغلي. بعد شوية لو استأذن ورن تليفونه وسابها لوحدها. يون طلعت بره قلعت الكعب وقعدت تاكل لقمة على جنب، لكن القدر كان لسه مخبي مفاجأة. رامي وصلت قعدت جنبها وقالت بسخرية ايه اللي انت بتعمليه هنا يا ستي عجوزة شكلك فظيع. يون رفعت حاجبها وقالت بنرفزة انت يا بت انا هطيرك من هنا. في اللحظة دي لو رجع ويون قالت بصوت عالي كفاية انا مش قادرة اكمل في اللعبة دي عايزة انهي العقد. بدأت تمشي لكن لو مسكها من ايدها قدام الناس وكلهم بيتفرجوا. بعدها في العربية يون كانت ساكتة ودموعها في عينها وهو قال بهدوء انت كل اللي حصل كانت غلط. الكلمة كسرتها لانها كانت خلاص تحبه. رجعت العيادة ودخلت وسابت دمعتها تنزل في هدوء.
أما لو فكان سايق وهو صامت، صوته الداخلي بيقول ليه ما قلتلهاش إنك حاسس بيها ليه؟ تاني يوم الدنيا قامت ومقعت، الفيديو اتنشر وفي كل مكان، وسائل الإعلام كلها بتتكلم عن رجل أعمال عمل إنعاش قلبي لبنت غامضة، بس محدش كان عارف إن البنت دي كانت يون. وفي يوم غريب جدا يون كانت قاعدة في العيادة لابسة نضارة وماسك، شكلها متوترة ومش عايزة حد يلاحظها. صاحبتها جين قربت منها وقالت باستغراب هو ايه المنظر ده يا يون؟ انت رايح حرب ولا شغل؟ يون حاولت تهرب من السؤال وقالت وهي بتضحك بتوتر مفيش، الجو بس برد شوية. بس جين فتحت الموبايل وقالت وهي بتضحك بصي الفيديو ده، مش البنت اللي في الفيديو دي شبهت شوية؟ يون سكتت، قلبها دق بسرعة وما قدرتش تنطق بكلمة. بعدها يون قررت تشتت نفسها، راحت تتدرب على الرقص، يمكن كده تبطل تفكر في لو ولا في الفضيحة اللي قلبت الدنيا. لحد ما فجأة وهي بترقص بحماس وقعت، رجليها اتلوت وصرخت من الوجع. سانج جري عليها وساعدها يقعد، بس بدأ يعمل لها مساج على رجليها وهي بتحاول تمسك دموعها. وفي اللحظة دي الباب اتفتح، لو دخل وشاف المشهد، مشي بخطوات سريعة وقال بنبرة غيورة شيل ايدك من على صاحبتي. لو شال يون بنفسه وقال لها هتروح المستشفى دلوقتي. يون اتنرفزت وقالت له انت ليه دايما بتقول ان كل حاجة غلطة؟ بصلها وقال بهدوء غريب الانعاش ما كانش غلطة. هي اتجمدت وقلبها اتلخبط، هو قالها كده بصراحة. رجعها العيادة بنفسه، نظف جرحها وربط لها رجليها. هي كانت مبسوطة جدا بطريقة غريبة وابتسمت وقالت وحشتني عيادتي القديمة. هو بصلها وقال ما تتحركيش من غير ما تقولي لي مفهوم؟ هي سكتت ونامت على الكنبة. والأول مرة لو فضل قاعد جنبها طول الليل بيبص عليها وهي نايمة، والابتسامة مش سايبة وشه. الصبح صحي وما لقاهاش، بس سابت له ورقة مكتوب فيها شكرا على كل حاجة، اشرب العصير قبل ما تخرج. هو مسك الورقة وابتسم بخفة بس جواه قلق، فبعت لها رسالة انتي فين؟ هي مردت، فبعت واحدة تانية وتالتة لحد ما قالت له في الآخر بنفس متضايق ما تخنقنيش يا لو. بعد شوية وهي في الشقة الجديدة الباب خبط، فتحت لقيت لو واقف قدامها مبتسم ابتسامة الواثق. قالت له بصدمة انت اللي اشتريت المكان؟ رد بكل بساطة ايوه. ليه يا هبل؟ عشان تعيشي معايا. يون اتجمدت، قالت له بصوت عالي انت اتجننت؟ وهو قال بهدوء يمكن، بس مش هسيبك غير لما توافق. تاني يوم قابلها في الشارع وهي بتدور على مكان جديد، قال لها فجأة انا معجب بيكي يا يون. وهي وقفت قلبها دق، بس قبل ما تفرح كمل بغباء وعايزك تعيشي معايا عشان اشوف الجانب الوحش فيه والاعجاب ده يروح. يون بصت له بذهول وقالت انت اغبى بني ادم قابلته في حياتي، اطلع من وشي يا هبل، ورمت عليه حاجة ومش. في نفس الليلة لو رجع البيت وهو مقتنع انها هتيجي تعيش معاه قريب، بس الحقيقة كانت عكس كده تماما. يون خرجت مع جين وسانج بيحاولوا ينسوا تعبوا، ضحكوا وشربوا وهي سكرت جدا. وفجأة ظهر لو خدها على كتفه وهي مش واعية وقالت وهي بتحلم انا بطير، بص يا لو انا بطير. هو اتنرفز وقال يا مقرف، بس رغم كده فضل شايلها لحد العيد. تاني يوم يون صحيت وشافت نفسها لابسة تيشيرت غريب، صرخت ايه اللي عملته يا هبل؟ هو اتخض وقال ايه يا هبلة انتي بوظتي كل حاجة امبارح، انا مش هسامحك، قدامك 3 ايام وتسيبي العيادة انا هبيعها. هي وقفت مذهولة مش فاكرة حاجة، جريت وراه بتعيط وقالت انا مش فاكرة حاجة انا اسفة. هو بصلها وقال انت خرجتي مع سانج وده ضد العقل وانا مش هسيبك كده ومش. يون فضلت قاعدة لوحدها بتفكر وهي بتعيط اعمل ايه دلوقتي؟ وبعد لحظة قالت وهي بتكلم نفسها انا جعانة انا لازم اكل. قعدت تاكل وهي دموعها نازلة، وفجأة الباب اتفتح ولو دخل وقال بنبرة فيها تريقة انت هتاكلي والله هتعيطي، اختاري يا هبلة. هي بصت له بضيق لكنه كمل بهدوء في حل بس تمنه غالي. هي قالت له بسرعة قول وانا هعمل اي حاجة. بصلها وقال تعالي عيشي معايا. يون اتجمدت وقالت مستحيل. وهنا بدأت مرحلة جديدة تماما باللو اللي قلبه بيغلي من الغيرة، ويون اللي بتحاول تهرب من مشاعرها لكنها في كل مرة بترجع له تاني. هو قال لها تلم هدومها وقال لها انا هاجي اخدك بنفسي، ساعتها عايز اسمع قرار. مشي وسابها واقفة مكانها تايهة ما بين خوفها وحيرتها مش عارفة تعمل ايه. عقلها بيقول حاجة وقلبها بيقول حاجة تانية خالص. في الوقت ده لو كان رايح شغله بس مش زي كل يوم، كان مبسوط بطريقة غريبة وهو ماسك الموبايل وباصص على صورتها. ابتسم ابتسامة صغيرة كده فيها رضا وفيها اشتياق. وفجأة دخل كانج وقال له بنبرة جادة مامتك سابت لك رسالة من أمريكا
ملايكة بتقولك إنك بوظت الدنيا مؤخرا وعايزة تعرف مين البنت اللي كانت في الحفلة، وقالت كمان لازم تروح الميعاد المدبر ده كعقاب وإلا هتخليك تدفع التمن بنفسك. لو سكت قرر يسمع كلامها وراح الميعاد المدبر اللي اتضح إن البنت فيه هي يوري البومة. يوري كانت بتحاول تفتح كلام بس هو كان مشغول معاها بالرسائل اللي بيبعتها ليون، جهزي شنطتك أنا جاي أخدك، لكن يون رفضت وهو أصر لحد ما فقدت أعصابها وشتمته من الإحباط. هو ضحك وقفل السكة، بعدين بص ليوري وقال لها بهدوء انت عارفة ان صاحبتك هي حبيبتي؟ ردت بكل برود عادي. ابتسم وقال ولسه عايزة تبقي معايا؟ قالت له طبعا لو خرجت معايا هتنساها. رد عليها بقرف انت بومة ومقرف وانا ما بحبش النوع ده. سابها راح بعدها على نادي الرقص وهناك شاف سانج بيرقص مع يون، عينه برضه اشتعلت من الغيرة، قرب منهم ومسك يون ورقص معاها بدل سانج. اللحظة كانت رومانسية، قلوبهم قريبة ونظراتهم كلها كلام من غير صوت. بعد الرقصة يون بصت له وقالت أنا وافقت أعيش معاك بس لو معرفتش أبعد عنك بعد كده أعمل إيه؟ هو ضحك وقال تعالي نعيش ونشوف الدنيا هتودينا لفين. تاني يوم يون نقلت كل حاجة عنده، كانت منبهرة بالبيت وبالأوضة اللي اختارها له، وأول ما خرج له نطت على السرير وضحكت زي الأطفال. الليل جه والمطر نازل بغزارة، يون كانت مرعوبة من الرعد والبرق وبتحاول تنام ومش قادرة، صوت الرعد كان مرعب فقامت تصرخ. لو جري عليها بسرعة لقاها مرعوبة، رمت نفسها في حضنه وخبت شاف. هو اتفاجئ وسكت، قلبه دق بسرعة ولما هديت اتكسفت وسابت حضنه وقالت بخجل اسفة كنت خايفة. هو رجعها اوضتها ومشي ساكت. الصبح لو جهز الفطار واستناها، ولما ما صحيتش راح يصحيها بنفسه، لقاها لابسة نضارة وقال لها وهو بيضحك ايه ده معرفتيش تنامي؟ قالت بخجل كنت خايفة من العاصفة. رد عليها وهو بيهزر هبلة، وبعدين قال لها انا عملتلك فطار عشان اول يوم بس بعد كده انت اللي هتطبخي وتغسلي وتنضفي. يون اتفاجئت وقالت يعني جايبني هنا خدامة؟ وهو قال كلنا لازم نكسب عيشتنا. وافقت وهي متضايقة وقالت يبقى نعمل قواعد، مفيش لمس ومفيش حد يعرف اللي بينا. هو رد بعصبية لمس؟ ده انت اللي حضنتيني امبارح. قالت بخجل كنت خايفة حضنتك زي المخدة. قال بسخرية خدة؟ بعدها اخدها العيادة بتاعتها ولما نزلت فضلت تشاور بايديها وتقول باي باي. ضحك ومشي، لكن اول ما دخلت يون العيادة اتفاجئت بسانج مستنيها. لو كان لسه في عربيته وشافها في المراية مع سانج، وشه اتغير ووقف فجأة لكنه قرر يمشي. قال في نفسه مش وقت بس هنتكلم بعدين. في العيادة سانج قال لها شكلك مبسوطة الأيام دي. سكتت فكمل كلامه وقال أنا مسافر لندن الأسبوع الجاي، وودعها ومشي وسابها في حيرة. لو اتصل بيها بصوت عالي وغاضب مين كان عندك في العيادة؟ سانج ردت بهدوء كان بيودعني عشان مسافر. سكت لحظة وقال بنغمة فرح ده خبر حلو لازم نحتفل. ضحكت وقالت تمام. في الليلة دي رجعت البيت بدأت تنظف أوضتها، ولما فتحت الدولاب لقت التيشيرت اللي كانت لابساه لما تعور. ابتسمت وهي شايفة انه لسه محتفظ بيه، حطيته على السرير وابتسمت اكتر. هو رجع متأخر ولما دخل اوضته لقاها نايمة على السرير، بص عليها وهو مبتسم، حس براحة غريبة، قرب منها بهدوء وهي فجأة صحيت، اتكسفت وقامت بسرعة. قعدت قدام المراية سرحانة ومبتسمة وهي فاكرة تفاصيل اليوم. وصلتها رسالة من صاحبتها جين فيها لينك، فتحته ولقيت مجموعة لمحب الحيوانات الأليفة. شافت واحد من عملائها كاتب عنها كلام حلو قوي بيمدحها وبيشكرها. ابتسمت وقالت سرها ده اللي كنت مستنياه. تاني يوم في العيادة كانت زحمة جدا. يون كانت بتتحرك في كل اتجاه، تعالج الحيوانات وبتضحك وبتكتسب شهرة وبدأت تثبت نفسها فعلا. الليل نزل وهي لسه في العيادة بتهتم بحيوان صغير، وفي نص الهدوء ده رن موبايلها وكان لوم. قال بصوت قلقان هترجعي البيت امتى؟ ردت بهدوء مش هرجع النهارده. سكت شوية وقال الليلة دي كانت أول مرة كل واحد فيهم ينام بعيد عن التاني، بس كل واحد فيهم كان نايم وهو بيفكر في التاني. من بعد اللي حصل لو ما قدرش يهدى، الغيرة كانت بتغلي جواه. حاول يتصل بيها تاني لكن يون حولت المكالمة، وبعد شوية بعتت له رسالة قصيرة جدا وقالت له أنا مشغولة. بتنفس وبدأ إن هو يقول في نفسه كويس إن هي بخير، وبعت لها رسالة وهو مبتسم تصبحي على خير وموفقة في شغلك. عدى يوم واتنين وتلاتة وهي مشغولة جدا ما بترجعش البيت تقريبا، ولو كل يوم بيحس إنه تايه أكتر. البيت من غيرها بقى فاضي واللي كان بيضحكه بقى
دلوقتي بيوجعه. في لحظة يأس اتكلم مع كانج اللي قاله بكل هدوء يا سيدي لو وحشتك كده روح شوفها في العيادة. لو ما فكرش كتير، لبس وراح. وصل العيادة ولما دخل رن جرس الباب. يون صحيت واتفاجئت بيه قدامها. ابتسمت وقالت وهي فرحانة انت بتعمل ايه هنا؟ هو بصلها وقال بهدوء انت عجباني ودي المرة دي مش غلط. كلماته كانت بسيطة بس قلبها دق بسرعة. وفي اللحظة دي بدأت قصة جديدة بينهم، قصة فيها ضحك ونظرات وراحة. بعدها خدها ووصلها البيت. قعدوا شوية برا يتكلموا في وسط الهوا والليل الهادي. ضحكوا واتكلموا بس فجأة الباب اتفتح. دخل جون أخو لوم راجع من أمريكا. يون أول ما شافته اتوترت وقالت وهي شايلة خيار اقف مكانك وإلا هضربك بالخيار ده. سألته بخوف انت مين؟ ضحك وقال انا جون اخو لو. هي اتنفست وقالت طمنتني. بس في الشركة لو عرف ان اخوه رجع وانه دلوقتي في بيته. وشه اتقلب وجري على هناك فورا. دخل وهو متوتر ولقى يون في المطبخ مع جون بيضحك. قال لها بحدة تعالي هنا. قامت تمشي بس جون مسك ايدها وقال استني خلينا نكمل الطبخ الاول. لو اتعصب ومسك ايدها التانية. سيبها يا جون. هي وقفت في النص مش فاهمة تعمل ايه. الليل جه وقعدوا هما التلاتة سوا. الجو مشحون ولو مش قادر يستحمل وجود اخوه في نفس المكان. قام وقال لجون انزل نام في الملحق. جون رد بابتسامة استفزاز لا انا كويس هنا. لو سكت ومشي على اوضته. يون دخلت وراه وقالت هو اخوك ليه متضايق كده؟ قال لها وهو ماسك نفسه من الغيرة بلاش تبصيله انا بغير جدا. هي ابتسمت وقالت بس هو اخوك. قال لها بصرامة مش مهم. سكتوا لحظة ونظراتهم قالت كل حاجة. تاني يوم خرجوا سوا. كانوا مبسوطين جدا. هو وصلها الشغل وبعدها راح مكتبه لكنه اتفاجئ لما عرف ان جون ما راحش الشركة. سأل كانج اللي قال جون قال ان صباعه اتعور وراح عيادة يون. لو اتجمد مكانه وقال انهي عيادة؟ كانج قال له بخوف عيادتها هي. لو ساب كل حاجة وجري. في الوقت ده جون كان عند يون. قال لها وهو ماسك صباعه اتعور ساعديني. يون اتلخبطت وقالت دي عيادة حيوانات مش بشر. قال لها وهو بيمثل الوجع مش مهم عالجيه وخلاص. وافقت وبدأت تغير له عليه. ولما شافته مرعوب من الإبرة ضحكت وقالت انت بتخاف؟ قال لها بابتسامة غامضة عينيا زي عين لو بالظبط. صح؟ الكلمة دي رجعت في دماغها كلام لو ما تبصيش لأي حد حتى لو كان أخوي. سكتت وقالت بسرعة أنا عندي شغل وراحت تدي حقنة لكلب صغير. بس جون فضل ماشي وراها. الكلب اتوتر وهاجمها. عضها في ايدها وصرخت من الوجع. وفجأة الباب اتفتح. لو دخل وشافها متعورة. وشه ولع من الغضب. مسك جون من هدومه وقال ابعد عنها وإلا هضربك. جون قال بهدوء مستفز انا اخوك الوحيد بجد هتمد ايدك عليا؟ يون وقفت بينهم وقالت بخوف كفاية الكلب بيتوتر اكتر. لو ساب اخوه وهو بيحاول يسيطر على اعصابه. تاني يوم لو راح يطمن على يون. مسك ايدها برقة وقال خدي كام يوم راح. ابتسمت وقالت تمام. ومن اللحظة دي قربوا من بعض اكتر. هو ساعدها في شعرها وضحكوا وقضوا وقت لطيف سوا. اما جون رجع البيت بس لقى الباب مقفول. حاول يدخل بس مفيش فايدة. بص من الازاز ولقى لو بيقول له ببرود غيرت كلمة سر نام في الملحق. جون اتضايق ومشي لكن رجع تاني يوم الصبح. ويون كانت السبب. خلته يفطر معاهم عشان الجو يهدى. لكن وهم بيفطروا جون مثل انه مش قادر يربط الكرافات وقال ليون بلطافة ممكن تساعديني؟ هي ساعدته ولو قاعد بيتفرج وساكت لكن عينه قالت كل حاجة. في الاسانسير جون بص لأخوه بصة وقال له بابتسامة تقيلة على فكرة يون دي جميلة جدا ولما ربطت لي الكرافتة كانت شاطرة قوي. لو شد نفسه ومسك كرافتة وقال له ابعد عنها يا جون. جون ضحك وقال زي ما عملت قبل كده فاكر جوان؟ هي اختارتني انا مش انت. لو سكت لكن جواه بركان. ولما وصل مكتبه رمى الكرافتة على الترابيزة وحاول يشتغل بس تفكيره كله عندها وعنده. في الوقت ده يون كانت في مكتب جون. شافت صورة ليه مع بنت. افتكرت كلامه بس قررت ما تسأل. وفي آخر اليوم رجع له البيت ولقى يون بتطبخ. قرب منها بهدوء وبص في عينها وقال لها اوعديني انك هتفضلي دايما جنبي. هي ابتسمت وقالت بهدوء بوعدك. في الوقت ده جون كان تايه حاسس بالوحدة وقرر يهرب من كل ده ويروح
يروح النادي الليلي يمكن ينسى همومه ولو لليلة واحدة. بس لما جه يدفع اكتشف إن كروته كلها اتقفلت. الصدمة خلت قلبه يقع في رجله. بعت رسالة للو طلب مساعدته، لكن لو رد بكل برود ورفض يساعد. يون اللي كانت متابعة من بعيد فهمت إن في حاجة غلط بين الأخين. الخلاف اللي بينهم مش بسيط. جون ما استسلمش وبعت تاني وهدد لو إنه هيكشف اسمه للنادي الليلي لو ما ساعده. التهديد ده حرك قلق جوه لو، فاضطر يروح بنفسه ويرجع أخوه بإيده. رجعه البيت وهو بيرميه على الكنبة زي كومة هدوم. جون كان سكران وبدأ يكلم قدام يون بصوت عالي: هتفضل شايل في قلبك كده للأبد. 5 سنين يا لو، مش ناوي تسامحني؟ كمل كلامه وقال ليون: ابعدي عنه يا يون، ده كابوس، حياتك هتتحول لجحيم معاه. يون اتنرفزت، قربت منه وقالت له بصوت مليان غضب وحب: ما تتكلمش كده عن لو، ده الإنسان اللي بيحبني وواقف جنبي. لو كان واقف بيسمع كل كلمة وعينيه مليانة فخر وفرح. ويون بعد ما هددت اتكسفت وراحت تمشي. تاني يوم يون حاولت تصلح بينهم، جابتهم يغسلوا الملايات سوا. في الأول كانوا بيضحكوا وبيهزروا وبيرشوا مية على بعض زي الأطفال، لكن فجأة صوت حاد بيقطع الجو ده. مامتهم ظهرت فجأة، كلهم اتجمدوا مكانهم. دخلوا جوه وهي بتزعق: ايه اللي بيحصل هنا؟ يون حاولت تهدي الموقف وقالت: احنا كنا في الجنينة بنقطف فواكه، بس الأم بصت لها من فوق لتحت وقالت: بخير، اطلعي بره البيت. يون نزلت دموعها وخرجت وهي مكسوفة ومجروحة، ولو جري وراها ماسك ايدها وقال لها: انا مش هسيبك لوحدك، سامحيني على اللي حصل. رجعها العيادة واعتذر لها من قلبه ووعدها انه هيصلح كل حاجة. هي بصت له بعين فيها ثقة وقالت: انا مصدقاك. لكن الأم كانت لسه مش مقتنعة. راح لو ليها وقال لها بكل جرأة: انا بحب يون وعايزة اتجوزها. الأم اتنرفزت وقالت له: البنت دي مش مناسبة ليك. بس هو أصر، سابها ومشي. الأم ومعاها جون دخلوا أوضة يون. المديرة كانت بترتب الهدوم، لقت عقد سلمته للأم، ووقتها عرفت ان في اتفاق بين يون ولو من البداية. الأم واجهت لو اللي اعترف لها ان العلاقة بدأت باتفاق بس بقت حب حقيقي. الأم وافقت على الجواز بس بشرط، اديته عقد تاني، اتفاق زواج تجريبي لمدة سنة، وطلبت منه يقنع يون تمضي عليه. لو اتلخبط، مش عارف ازاي هقول لها الكلام ده. راح العيادة عشان يطمن عليها، شاف واحد واقف بيهتم بيها وشكله متوتر. قرب وقال بغضب: مين ده؟ يون بسرعة قالت: ده اخويا، اهدى. لو ارتاح شوية وسلم عليه، بس وهو ماشي كانت نفسها تقوله عن العقد لكنه سكت ومشي. الليلة دي مامة لو راحت بنفسها ليون العيادة وردت لها العقد وقالت بسخرية: انتي المفروض فاهمة في العقود، شوفي ده بقى. وضحت ان الجواز ده تجريبي وبعد سنة لازم الأم توافق تكمل. يون اتصدمت، دموعها نزلت وقالت بحزم: مش ممكن، مش هتجوز لو بالشروط دي. الأم ابتسمت ببرود ومشي، ولو اللي سمع كل الكلام كان واقف مظلوم. دخل بعدها حاول يقنع يون تثق فيه وتوافق، لكن هي رفضت بعناد وقال لها بصوت مكسور: لو مشيتي من هنا يبقى كل اللي بينا انتهى. سكتت ودموعها نزلت. هو غضب ومشي وهي انهارت من العياط. مرت الأيام وهما الاتنين بقوا تايهين من غير بعض. هو بيتخيلها في كل زاوية وهي شايفة وشه في كل حاجة حواليها، لحد ما في يوم قررت تمشي فعلا. قفلت العيادة وخدت شنطتها وبعتت للو فيديو. لما فتحوا سمع صوتها وهي بتقول: انا بحبك يا لو، بس هبعد، يمكن ده الافضل لينا عشان عيلتك وعيلتي. هو جري على العيادة لقاها مقفولة. شاف صاحبتها ومعاها القطة اللي كانت بتاعت يون، خدها ومعاها الألبوم اللي كانوا عاملينه سوا. قعد يبص على الصور والدموع في عينيه. هي كانت بتحبني بجد. وفي نفس الوقت يون كانت في قريتها قاعدة في الجنينة بتاكل لوحدها. اخوها بيهزر: من النهاردة العيادة مش ببلاش، 10 عملات في الساعة. قالت له: 10 عملات ايه يا هبل، روح شغلك. لكن فجأة سمع صوت حد بره. طلع يشوف، لقى جون واقف. سلم عليه وجون قال له انه جاي يساعد اخوه يرجع حبيبته. جون فعلا راح وترجى اخو يون يقول له هي فين، وفي الاخر رقى قلبه وقال له انها في جنينة العيلة. يون كانت قاعدة في الجنينة بتفكر فيه. مسكت الموبايل، لقت رسائل كتيرة منه بيترجاها ترجع. اتخيلته قدامها، ضحكت وبعدين دمعت. عرفت انها لسه بتحبه وقررت ترجع له. الام لما عرفت حاولت توقفه، بس هو قال لها الحقيقة: يون دي هي اللي انقذت حياتي زمان لما كنت مخطوف. الام اتأثرت ووافقت على الجواز. يون وصلت الجنينة وهي بتدور عليه بعينها، ولما شافته واقف هناك جريت عليه بكل شوق، حضنها بكل الحب اللي جواه وقال لها: بحبك يا يون ومش هسيبك ابدا. اتصالحوا واتجوزوا ونهايتهم كانت زي الحلم.
وده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتتفرجوا بقى على باقي الملخصات اللي جاية لأنها أقوى وأجمل.